بسم الله الرحمن الرحيم. ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. بل سائل الأعمى خطا بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك. قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى ما الذي يرعاك. قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث ما الذي صفاك. وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك. وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك. واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء ما الذي أدناك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك. وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك. وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فاسأله من بالماء شق صفاك. وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فاسأله من الذي أجراك. وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فاسأله من الذي أطغاك. وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاك. وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا فاسأله من يا صبح صاغ ضحاك. هذه عجائب طالما أخذت بها عيناك وانفتحت بها أذناك. يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.وذكر.net.